أمام الغذاء وأصناف الغذاء ينقسمون إلى صنفين. الصنف الأول يهتم بالغذاء البدني، دائما مثل أشعب هذا الطفيلي يبحث عن الدسومة، يبحث عن المواعيد المملوءة أو الممتلئة بالطعام. هذا الطعام تستهلكه بيوت الخلاعات وأجل الله السلام. الإمام علي عليه السلام يقول: من كانت همته بطنه فقيمته ما يخرج منها. ولذلك في أمير المؤمنين سلام الله عليه في رسالته لعثمان بن أبي حنيف أو عثمان بن حنيف كان والي على البصرة، هذا دعي إلى مائدة. هذه المائدة غنيهم مدعو وفقيرهم مدعو. الإمام صلى الله عليه أرسل له رسالة يعنفه بها، وذكر هذه الجملة التي هي في صدد موضوعنا. قال: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تختبش من أعلافها وتلهو عما يراد. ورأيت على منازل أهل الإيمان، رأيت قصرين عاليين متجاورين على صفة واحدة، إلا أن إحداهما من الزوجل الأخضر والآخر من الياقوت الأحمر. فقلت: يا جبرائيل، لمن هذان القصران؟ فقال: أحدهما للحسن والآخر للحسين. فقلت: يا جبرائيل، فلم لم يكونا على لون واحد؟ فسكت ولم يرد جوابا. فقلت: لما لا تتكلم؟ قال: حياء. فقلت له: سألتك بالله إلا ما أخبرتني. فقال: إما قوة قصر الحسن فإنه يموت بالسم ويخضر لونه عند موته، وإما حمرة قصر الحسين فإنه يبتدئ حمر ويضرب بالدم. قال عمر بن إسحاق: فعند ذلك ذكر الحسن وذكر الحسين عليهما السلام، وضج الحاضرون بالبكاء إلى النحيب. ثم قال الحسن عليه السلام: أخرجوني إلى الصحراء لعلي أنظر في ملكوت السماء. فلما أخرج به قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك. ثم بكى بكاء شديدا وقال: إني أقدم على أمر عظيم ورجل لم أقدم على مثله قال. فقال له الحسين صلوات الله عليه: كيف تجد نفسك يا أخي؟ قال الحسن عليه السلام: أنا في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، ولا مكره مني لفراقك وفراق إخوتي. ثم قال: أستغفر الله. هؤلاء وزيادة وغيرهم، فرأي جيد. هذا ما أيده الشهيد الصدر الثاني في تفسيره منة المنان، وما ذكره الشيخ مكارم الشيرازي أيضا في تفسيره. إذن هذا رأي صلب متن من المتأخرين،
وجنابك إذا تريد الاطلاع على هذه الآراء الآن بإمكانك تذهب على النت وتجد هذه الآراء، آراء جدا قوية وصلبة وتقف صامدة أمام الدليل العقلي وأمام الدليل النقلي أيضا. وإلا في أبو جهل وحده أو معه ثلاثة قليل، هذا آية قرآنية مباركة هزت الدنيا، هذا مو حدث فقط حتى ينزل في أبو جهل وأصحابه، لا، وإنما شيء يسمى بالسنة الكونية. لاحظ، ختم الله. البعض يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى ختم وقضى على قلوبها أو لا، المشركين والأحبار وأبو لهب وجماعته، إذن هذا نوع من الجبر، والجبر يستحيل على الله سبحانه وتعالى كما يذهب إليه أتباع أهل البيت، لأن الإمام الصادق سئل الأمر يا ابن رسول الله جبر أم توفيق؟ قال لا جبر ولا توفيق، وإنما الأمر بين أمرين. طيب كيف أنت تقول الله سبحانه وتعالى ختم وهذه مشيئة نفهم منها هكذا، نفهم منها الجبر، وتقولون يستحيل على الله الجبر؟ لا، المسألة ليس كما يظن البعض، وإنما يفسر العلماء ذلك إلى مسألتين. منهم من يقول معنى الختم هنا ليس إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد وهو الذي ختم، لا، هذا الشخص نفسه، الجماعة أنفسهم هم الذين أرادوا. كيف؟ الآن أمامك إنسان مهيأ أمام السبل كلها، بس هذا الإنسان جاهل، هذا الإنسان ما عنده لا وعي لا بصر لا بصيرة، هذا ما عنده الاستعداد حتى يفهم ويفتش في الحقائق ويستخرج النتيجة أبدا، وإنما ماذا؟ يتكل على الآخرين. الآن إنه بعبارة أوضح وأداء هذا الإنسان لا يهمه سوى الحقيقة كانت موجودة أو لم تكن. يكتب الحسن يبقى شمس الحين شاهد ويا الزمان، يبقى شمس الحسن شاهد ويا الزمان، يفضح الغدر وشاهد احكي نحكي بلا وتعالى يلا شيل يبقى شابد يبقى شابد الحشر شاهد ويا الزمان، يبقى شابد الحشر شاهد ويا الزمان، ويفرح الغدر بلا غدر صابته، يفرح الغدر بلا غدر صابته، يبقى جبل الحسن شاهد ويا الزمان، يبقى شمس الحسن شاهد ويا الزمان، يفضح الغدر بالعمل صاحبته، يفرح الغدر لا دليل صاحبته، يفرح الغدر لا دليل صاحبته، يبقى جبت الحسن شاهد ويا الزمان، يبقى جبت الحسن شاهد